النهارده حبيت أعمل فيديو عن أسوأ شركة للتكييفات، لكل واحد بيجهز أو عنده محل أو هيفتح مشروع أو لبيت أو الكلام ده. أوعى تشتري تكييفات من يونيون إير. يونيون إير شركة في منتهى عدم المسؤولية. أقول لكم الحكاية بدأت معايا إزاي. أنا مركب التكييف 20/11 2022، المفروض ضمان 5 سنين، يعني الضمان هيخلص معايا 27. التكييف بقاله 3 سنين بالظبط راكب. اول ما ركبته اول سنه ما كنتش اعرف ان التكييفات يتعمل لها صيانه. جت السنه اللي بعدها لقيت مستواه قل، فسالت قال لك لازم ترن على خدمه العملاء وهيجوا لك وهيعملوا لك صيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كنتش اعرف ان المعامله كده. اول ما كلمتهم في الشركه قعدوا يقولوا لي لازم حاجه اسمها محضر تركيب ومش محضر تركيب. قلت لهم المحضر معايا. اول حاجه قالوا لي عليها ان انت اصلا بره الضمان. ليه يا جماعه بره الضمان؟ قال لك لان التكييف طالع من المصنع من 2018 تقريبا او 2019. طب معلش انتوا شركه ما بتبيعش، انا ذنبي ايه؟ انا واخد التكييف 2022 من يوم تركيبه ويبقى بتاعي. تقول لي لا اصل احنا شركه مش عارف ايه ولازم يبقى في محضر تركيب. ادي محضر التركيب اهوت 20/11 2022. المهم كلمتهم السنه اللي فاتت، جم صينوا التكييف وعملوا له تنظيف وخدوا بعضهم ومشوا. بعد ما مشوا التكييف ما بيسقعش والدنيا فيها حاجه مشكله، لحد ما لقيت التكييف بينزل ميه. صورت التكييف وبعت من رقم غريب للمندوب. قلت له انت كنت جيت لي قبل كده والتكييف ده بيعمل كذا كذا كذا، وبعت له الفيديو. كان قايل لي ان هو ما فيهوش حاجه. لما جالي يعمل لي صيانه لما شاف الفيديو قال لي ده في مش عارف حاجه جوه التكييف عايزه تتغير ونقدر نيجي نغيره لك، بس هيبقى تكلفته كذا. يعني انتم من الاخر مش عايزين حاجه تدفعوها بره التكييف بره الضمان، من الضمان مش عايزين تدفعوا، انما بره الضمان عايزين تدفعوا. عديت السنه وعادي ومفيش اي مشكله. جيت السنه دي انتوا شايفين الموجه الحاره اللي احنا فيها، شغل التكييف. التكييف عايز صيانه. كلمت الشركه، كلمت المندوب، لقيت المندوب بيرن عليا بيقول لي بكل بساطه حضرتك احنا هنجي لك بس في زياده 600 جنيه. ليه يا عم؟ قال لي اصل التكييف ده هيبقى بره الضمان. ازاي بره الضمان وانا معايا محضر التركيب ان هو راكب يوم كذا؟ لقيته بيقول لي لا احنا ما عدناش بنشتغل بمحضر التركيب، احنا بنشتغل بالفاتوره. قلت له فاتوره ايه؟ انا كنت جايبه قسط. قال لي ماليش فيها يا فندم، انت لازم تجيب فاتوره يا اما تلغي الزياره. قلت له الغي الزياره. رحت جبت الفاتوره. تمام. لقيت الشركه مشكوره فعلا بتكلمني وبيقولوا لي في ايه. وهنا كانت الصدمه الثانيه ان اصلا اللي بيكلمني من الشركه بيقول لي ما دام انت مركب التكييف في محل تجاري فكده بيبقى طالع من الضمان. اللي هو ازاي يعني انا رايح اشتري حاجه لازم احطها في بيتي او استاذنكم انا احطها فين؟ المهم بتاع الشركه قال لي لازم تبعت لي الضمان والورق والحاجه اهي معاكم واحده واحده اهوت الضمان. ماشي ادي الضمان، ادي محضر التركيب، وادي الفاتوره، كل حاجه موجوده. كانت هنا المفاجاه، بعد ما وريت لهم كل حاجه قال لك طب معلش ارجع تاني لخدمه العملاء كلمهم هم هيحلوا معاك المشكله. انا بقى على الموضوع ده اكتر من اسبوع ولا الشركه راضيه تيجي ولا اي حد بيكلمني ولا حد بيقدرني. كلمتهم بدل المره 10. فدول اسوأ معامله شفتها في حياتي. فنصيحه من اخ لاي حد بيجهز او بيعمل اي حاجه، اوعوا تشتروا من يونيون اير. يونيون اير اسوأ شركه تكييفات. احنا في الحر انت رايح التكييف بفلوس مش ببلاش. مفيش خدمه، مفيش صيانه، اسلوب زي الزفت. وبقولها مره واثنين وثلاثه، مفيش خدمه مفيش صيانه اسلوب زي الزفت. المندوب اللي عايز يجي عشان ياخد منك فلوس مش عشان حاجه تانية. لما بيلاقوا ان الحاجه في الضمان بيقول لك لا فكك منه، لما بيطلع من الضمان نبقى نجيله عشان هيدفع فلوس، انما لو مش هتدفع في الضمان مش هيجي لك. فاي حد هيشتري انت بتدفع فلوس اسال كويس على الشركات اللي بتعمل ضمان كويس والاسلوب بتاعها حلو. لان انا ما اعرفش، انا عمري ما ركبت غير التكييف ده بس. كانت اكبر غلطه عملتها في حياتي اني اركب يونيون اير. دي اول واخر مره، لان يونيون اير ده اسوأ شركه شفتها في حياتي. وبس كده.